بس انت ما شاء الله تخصصك مطلوب في شركات اجنبيه هنا في مصر، يتمنوا يشغلوك. انت ليه ما قدمتش لحد دلوقتي؟ حضرتك فاهم الشهادة مش كل حاجة. في الواسطة والمحسوبية وجوز عمتي وابن خالة أمي، حتى الشغل دلوقتي بالوراثة. مش بس كده، الشركات بتحتاج ورق كتير وتحريات. انا ما تعرفتش عليك. ده الاستاذ اشرف جوز بنت الكبيره، اخت عبير، بيشتغل في ابو ظبي. ازيك يا اشرف؟ اهلا بيك. شغال في ابو ظبي؟ ها، مظبوط، سحر ابو ظبي. بس فلوسها كتير. صح، ربنا يكرمك يا رب. والده بيشتغل وكيل اول وزاره النقل، ودلوقتي على المعاش. شغال في نفس تخصص والدك صح؟ مظبوط. عبير كانت قالت لي ان الوالد على المعاش. الولد على المعاش من الدنيا كلها، ربنا يرحمه. لما انتوا سألتوا عليا وعرفتوا كل ده، طلبتوا تقابلوني ليه؟ عشان ما اكسرش بخاطر بنتي. انت كده ما كسرتش بخاطرها برضه، مش انا. بس كسرت بخاطري انا. ها؟